السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا النهارده هتكلم بقى معاكم على موضوع اتحاد الكورة والمصالح والسبوبة والفضيحة طبعا اللي احنا اتفضحناها في كأس أفريقية. فريق مفروض ان هو منتخب مصر ده يكون من الفرق اللي هي مرشحة وبقوة انها تاخد كأس أفريقية. طبعا الموضوع دوت ازعج او ضايق ناس كتيرة قوي كانت حاطة امل في المدرب الفاشل. الحمد لله اللي احنا استريحنا منه يعني. وهرجع اتكلم بقى على اتحاد الكرة. طبعا اللي يعرف او ما يعرفش، انا من قبل ما اطلع من مصر كنت انا شغال فترة في اتحاد الكرة المصري. كانت ايام سمير زاهر، وكان مدير العلاقات العامة البابليك ريليشن كان علاء عبد العزيز، وكان مدحت شلبي. في شلة كده، في شلالية في اتحاد الكورة، وهنا بوريدة. والعلاقات مش هقول لك علاقات مشبوهة، بس علاقات مصالح، يعني الأولوية للقريب، لصديقي، بعمل معاه واجب، بعمل معاه مصلحة. فهي دي ال الإدارة اللي هي مفروض بتتحكم في الكرة المصرية، واللي هي بتتحكم في المنتخبات وإدارة المنتخبات. فهي منظومة. أنا مش عايز أوسع الكلام وأقول كلام صعب شوية، هي مش منظومة فاسدة، بس على قد ما هي منظومة بتعمل حساب للصداقة والعلاقات. وأنت مثلا أخو قريب واحد صاحبي، لا أزقك زقة. مفيش مستوى في الموظفين اللي هم شغالين في الاتحاد الكرة المصري، كموظفين شغالين في اتحاد الكرة المصري. مفيش مستوى او منظومة، او هنقول عليها طريقة، او انهم في سيستم ماشيين عليه. بمعنى اصح، هم ما عندهمش سيستم، هم عندهم زي ما قلت لكم في الاول وهعيد كلامي تاني، احنا في مشكلة كبيرة. احنا في مستوى منحدر، والكرة مش هتتقدم طول ما اتحاد الكورة ده موجود، وطول ما الجمعيات العمومية ديت جاية من الصعيد من تحت، عشان خاطر وجبة او عشان خاطر اجتماع في اتحاد الكورة يجيبوا فيه كباب وكفتة. الكلام ده كله كان بيحصل. الكلام ده كله كان بيحصل ان اتحاد الكورة دوت عبارة عن شلالية، منظومة قافلين على بعض، مصالح دايرة من بعض، حاجات كتيرة قوي بتمشي، حاجات كتيرة قوي بيمشوها لبعض. طول ما هو ما فيش حد محترف، وطول ما هو في انا براعي خاطر ده وبراعي خاطر ده وبصح عشان خاطر ده، بمشي له المصلحة دي، بوظف له ده، بعمل الكلام ده كله، مش هتنفع الكرة المصرية، ولا هينفع، ولا هنتقدم خطوة في اتحاد الكرة المصري. انا يمكن عشان بعيد دلوقتي بقدر اتكلم الكلام ده وبقول الكلام ده واقوله في عين التخين كمان، ان انتوا اللي بتعملوه ده والمستوى اللي انتوا ماشيين بيه دوت من 40 سنة او اكتر من 40 سنة، كفاية قوي بقى. كفاية لما يجي واحد، او مش لما يجي واحد، لما الشعب كله، مش هنقول الشعب كله برضو، هنقول 50% من الشعب المصري بيقول لك احنا عايزين واحد مصري زي حسام حسن، عنده انتماء، عنده نخوة، عنده غيرة على اسم بلده. يعني احنا الحاجة الوحيدة اللي احنا بنفتخر بيها، احنا كمغتربين بره مصر، الحاجة الوحيدة اللي احنا بنفتخر بيها هو المنتخب المصري، او الرياضة عموما. طبعا في مجالات كتيرة أوي الواحد برضو بيفتخر فيها، بس أنا بتكلم على منظومة الكرة المصرية. لو سمحت، لو سمحت خليكوا في انت اساسا في ازمه، يعني انت اساسا في ازمه بالنسبه للعمله وبالنسبه للدولار. فانت بتعملوا ايه؟ يعني حاولوا. واحد زي حسام حسن، ايا كان المبلغ اللي هياخده عشان يدرب منتخب مصر، وبالتالي حسام حسن مش هيبص الفلوس على قد ما هيبص ان هو ينتشل منتخب مصر في البركة اللي انتم واقعين فيها. حرام عليكم، حرام عليكم منتخب مصر يوصل للمرحلة دي. لو سمحت، واحد زي حسام حسن دوت، على الأقل اديله فرصة، من حقه ياخد فرصة. هو جوه بلده راح درب الأردن وعمل معاهم مستويات،
مش عايزين تديله فرصه ان هو يدرب منتخب مصر. ليه؟ عشان هو صارم، عشان هو هيقول لك اللي في دماغي همشيه، اللعيب ده يلعب، اللعيب ده ما يلعبش. وبعدين محمد صلاح، يا محمد يا صلاح، مش هقدر اتكلم ولا اقول لك ان انت ما عملتش تاريخ لنفسك، او ان انت ما رفعتش راس المصريين بره، او مش هقدر اقول لك الكلام ده. انت عملت الكلام ده كله على المستوى الشخصي. بالنسبه لمحمد صلاح عملت الكلام ده على المستوى الشخصي. انت من يوم ما لعبت في المنتخب وانا بلعب بقول ان انت بتلعب بالشوكه والسكينه. انت خايف على مستقبلك مع الاحتراف او مع ليفربول. انت خايف على ان انت تتصاب، وخايف وخايف وخايف. طيب مالك انت بقى بالمنتخب؟ ومالك انت ادام انت بتفكر بطريقه معينه، او انت بتفكر بطريقه اللي انت ما تبصش غير على مصلحتك؟ سيب المنتخب ده للمصريين والغلابه. احنا المنتخب بالنسبه لنا رقم واحد. احنا احساسنا غير احساسك، انت مش حاسس بينا، دي مشكلتك يا محمد صلاح. فلو سمحت ارفع ايدك عن المنتخب. مش عايز تلعب دولي، قول لك يا جماعه انا مش هلعب مع المنتخب، ما فيهاش مشكله. العب انت بقى مع فريقك بقى بره، ما تجيش انت تشلنا وتموتنا. الناس هترجع تقول لك ده محرز اهداف، وده محرز اهداف ايه وكاس عالم ايه اللي هو وديه لنا؟ يا جماعه، يا جماعه احنا واخدين 3 افريقيا بلعيبه من الدوري المصري، واثنين 3 محترفين، وما كانوش على اعلى مستوى زي محمد صلاح. فالفكره فين دلوقتي؟ الفكره ان انتوا لو سمحت ادوا فرصه لواحد زي حسام حسن. انا ولا مستفاد منه، ولا هو مستفاد مني، ولا هو يعرفني، والدنيا كلها تعرفه. انا شايف ان واحد زي ده عنده جريندا، عنده ان هو هيقدر يوقف منتخب مصر على حلو. وبعدين انت داخل على كاس افريقيه في المغرب، وما ادراك ما المغرب، وعندك تصفيات كاس عالم. فاحنا المفروض من دلوقتي اسندوا، وقفوا جنب ابن بلدكو. حسام حسن ده مش يهودي، عفوا في الكلمه يعني، قصدي ان هو مش من جنسيه تانية يعني هو مش من جنسيه تانية. هو المفروض ان هو الراجل بيتمنى الموضوع ده بقاله سنين السنين. فلو سمحت يا اتحاد الكوره، يا اللي انتوا واقفين على الاتحاد، يا وزير الرياضه، يا وزير الرياضه، الناس اللي موجوده في اتحاد الكوره دولت بيقولوا انهم بيشتغلوا من غير رواتب، وما بيستفادوش حاجه من اتحاد الكره المصري. بالعكس، ده هم اساسا بيستفادوا في كل حاجه، علاقات ومصالح وفلوس وسفر ومروح ومجي. وان هو بيوصل لحاله ان هو برستيجه او الايمج بتاعه ان هو شغال في اتحاد الكوره، او هو عضو في مجلس اداره اتحاد الكوره، او رئيس اتحاد الكوره. بيزنس ومصالح. الناس دي بتضحك علينا، تقول لك انا بشتغل عمل تطوعي. انت ما بتشتغلش عمل تطوعي، انت بتسترزق. فانا هنفضل في الموضوع ده، وهنفضل نتكلم في الموضوع ده لغايه ما نوصل لحل. ومع نهايه كلامي اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.